معانا فيديو النهارده مهم جدا يا جماعه. هنعرف مكان محطة سيدي بشر هتكون فين بالظبط، وهنعرف المسجد بيتم ازالته ليه، وهنعرف المسار المعتمد هنا يا جماعه من مشروع مترو ابو قير. تمام. وهنعرف المحطة على جسر ولا هتبقى سطحي. وكمان معانا صورة جوية لمسجد خالد بن الوليد بسيدي بشر، وهنعرف يعني معلومات مفيدة وتهم حضراتكم ان شاء الله عن مشروع مترو ابو قير. تابعوا معايا الفيديو للنهاية، وريت اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. أثناء إنشاء محطة سيدي بشر لا مفر من إزالة مسجد خالد بن الوليد ما لم يتغير موقع المحطة. هذا هو الحال حتى الآن، يعني مكان المحطة يا جماعة هيفضل زي ما هو كده، حيث تم الانتهاء من المحاذاة والمحطة على الجسر. يعني المحطة هنا هتبقى على جسر يا جماعة فوق الكوبري، حيث أن امتداد المحطة والأعمدة الأساسية ليها ستطلب المساحة التي يشغلها المسجد حاليا. بمعنى الكلام ده ايه يا جماعة؟ يعني هنا في سيدي بشر المحطة هتبقى على جسر، ومكان المسجد يعني هيشغل مكان المحطة، عشان هتبقى ليها أعمدة كبيرة وكده وهتبقى أعرض من المحطة حاليا. فالمسجد هيتم إزالته بسبب كده يا جماعة. وزي ما قلت لحضراتكم في فيديوهات كتير، المترو هيجي علوي من قبل الظهرية بحاجات بسيطة على كوبري لحد ما بعد محطة توسون. ودي يا جماعه صورة جوية لمسجد خالد بن الوليد سيدي بشر قدام حضراتكم اهو يا جماعه. يعني ده المسار المعتمد في المشروع. والحته الخضراء دي يا جماعه اللي هي في العلامه اللي جوه العلامه الحمراء دي تعتبر المسجد يا جماعه. واللي هو بالاحمر ده يعتبر محطة سيدي بشر. صح كده؟ فيا رب اكون عند حسن ظنكم وبوصل لكم المعلومات مهمة تخص مشروع مترو ابو قير. يعني زي ما قلت لحضراتكم المحطة هيتم امتدادها لحد مسجد خالد بن الوليد، عشان هتبقى على جسر، وهتبقى طبعا اوسع من محطة قطر ابو قير حاليا. تبقى على اعمدة وكده واوسع من المحطة الموجودة حاليا، بس يعتبر موقع المحطة يعتبر زي ما هو، بس هيتم توسعة المحطة. تمام. بس يا جماعة يا رب اكون عند حسن ظنكم. ده كان فيديو سريع عن اللي هيحصل في سيدي بشر. سلام، واشوف حضراتكم على خير.